7 أهداف كاملة في مباراة اتحاد ورقة والوداد البيضاوي، وكأنها مباراة هربت من الدوري الإنجليزي. صراحة مباراة ممتعة شيقة إلى آخر الثواني من الشوط الثاني، بل من الوقت بدل الضائع. الوداد كان خاسر ب2-0 في الشوط الأول، واستطاع اتحاد ورقة يسجل هدفين في دقيقتين، لكن المباراة ستنقلب رأسا على عقب في الشوط الثاني. لكن ما نعيبه هو مستوى الوداد الذي ظهر به في الشوط الأول، وبين على أن بن هاشم لم يكن متأكدا من التشكيلة اللي دخل بها، وهو اللي جعله أنه يدير تغييرين في الدقيقة 27 من المباراة. ومن ما متأكدش من التشكيلة، لماذا دخلت بهذه التشكيلة؟ ربما الوداد فاز في هذه المباراة ب4 أهداف مقابل 3، لكن مستوى الوداد في خطر. واش بن هاشم كي كنقولوا بمصطلح الكرة هرب عليه اللعب، ومستوى الوداد أكبر من خطته وأكبر من حجم هذا المدرب، أم أنها فقط هي عثرة المباريات؟ في الحقيقة جماهير الودادية تطالب بإقالة بن هاشم. كنت كنظن أنه لو كان خسر هذه المباراة هذه كانت غادي تكون آخر مباراة لبن هاشم. كما قلت، رغم فوز الوداد، إلا أن الوداد المستوى الذي يظهر به بحضور زياش وبحضور أمرابط ليس هو المستوى الذي ظهر به اليوم، والدليل هو ما حدث في الشوط الأول مقارنة بالشوط الثاني. نقدر نقول أن بعض اللاعبين اللي نقدوا الوداد اليوم من الهزيمة ومن إقالة المدرب، لكن إذا بقي هذا المستوى في مرحلة الإياب فالأمر سيكون حرجا بالنسبة لفريق الوداد البيضاوي. بالتوفيق لفريق الوداد البيضاوي، وهارد لاك لفريق اتحاد ورقة الذي لم يستطع تحقيق الفوز في 15 دورة كاملة. كان معكم سفيان بوعنان من الميدان.